تخيل معايا انك راكب طيارة وكل حاجة ماشية عادي، الناس نايمة والمضيفين بيشتغلوا والرحلة ما فيهاش اي مشكلة، وفجأة الطيارة دي تختفي، مش تقع، ما تعملش نداء استغاثة، لا تختفي كأنها عمرها ما كانت موجودة. 239 شخص على متن الرحلة دي ولحد النهاردة محدش عارف ايه حصل لهم. ازاي طيارة بالحجم ده تختفي؟ وليه بعد كل السنين دي لسه العالم مش لاقي الإجابة؟ القصة بدأت يوم 8 مارس سنة 2014 في مطار كوالالمبور بماليزيا. كانت رحلة رقم MH370 واقفة مستنية الإقلاع. رحلة عادية جدا متجهة لبكين في الصين، ومحدش من اللي عليها كان يتخيل إن الرحلة دي هتبقى واحدة من أكبر ألغاز القرن. كان على الطيارة 227 راكب و12 فرد من كرو الطيارة، منهم عائلات وأطفال ورجال أعمال وناس رايحة شغلها بشكل طبيعي جدا، ولا واحد فيهم كان يعرف إنه خارج من بيته ومش هيرجع تاني. الساعة كانت 12:41 دقيقة بعد نص الليل. الطيارة بدأت رحلتها بشكل طبيعي جدا، كل حاجة كانت ماشية زي أي رحلة في الدنيا، لا في عطل ولا في جو سيء ولا أي حاجة تخلي حد يقلق. لكن بعد حوالي 40 دقيقة حصلت حاجة غريبة جدا. برج المراقبة الموجود في المطار وبيتابع وينظم حركة الطيارات اتواصل مع الطيارة للمرة الأخيرة. رد عليه كابتن الطيارة بكل هدوء، قال لهم بالنص تصبحوا على خير، كل الأمور تمام. ودي كانت آخر جملة اتسمعت من الطيارة. بعد الجملة دي برج المراقبة كان مستني الطيارة تدخل نطاق المراقبة الفيتنامي، وده إجراء طبيعي بيحصل في كل الرحلات، إن الطيارة بتنتقل من دولة لدولة فبتكون نطاق مراقبتها هي. لكن الغريب إن البرج الفيتنامي استنى كتير جدا والطيارة لسه ما توصلتش معاهم. الأول محدش اتوتر، ساعات بيكون في تأخير ثواني أو حتى دقايق وده عادي، لكن الدقايق عدت وزادت جدا عن الطبيعي ولسه مفيش رد. هنا بدأ القلق لأول مرة. برج المراقبة الماليزي حاول ينادي على الطيارة لكن برضه ما كانش في رد ولا استجابة. الفيتناميين هم كمان حاولوا لكن برضه مفيش رد، ولا حتى في نداء استغاثه جه من الطياره، ولا حتى في اشاره جت ان في مشكله. وفجاه الطياره اختفت من الرادار المدني تماما. تخيل ان طياره طولها اكتر من 63 متر على متنها 239 شخص تختفي كأن الأرض بلعتها، أو خلينا نقول اتشدت من السماء. في اللحظة دي الكل كان فاكر إن في عطل في أجهزة الرادار، لكن الحقيقة كانت أغرب بكتير، لأن بعد ساعات اكتشفوا إن الطيارة ما اختفتش، الطيارة كانت لسه بتطير ورجعت ظهرت تاني على الرادار. في الوقت ده كل اللي في أبراج المراقبة كانوا فاكرين إن الطيارة ممكن يكون حصل فيها عطل في أجهزة الاتصال، وده وارد يحصل، لكن اللي مش وارد أبدا إن كل وسائل الاتصال تعطل مرة واحدة ومن غير أي نداء استغاثة حتى من الطيارة. لكن المفاجأة إن كان في نوع تاني من الرادارات وهو الرادار العسكري. الرادارات دي كانت بتسجل حركة الطيارة حتى بعد ما اختفت من الرادار المدني، ولما رجعوا التسجيلات دي اكتشفوا حاجة خلت القضية كلها تاخد اتجاه تاني. اكتشفوا إن الطيارة غيرت مسارها بشكل يدوي، مش بس كده، دي عملت لفة حادة جدا ورجعت في الاتجاه اللي جاية منه وعدت فوق ماليزيا من تاني. يعني لو اللي حصل مجرد عطل، ازاي الطيارة غيرت اتجاهها بالشكل ده؟ والأغرب إن اللفة دي مستحيل تحصل لوحدها، لازم يكون في حد جوه كابينة القيادة هو اللي عملها. ومن هنا بدأ أول سؤال حقيقي في القضية، مين اللي كان بيتحكم في الطيارة وليه عمل كده؟ في البداية الشكوك كلها راحت للطيار الكابتن زهري أحمد شاه، طيار بخبرة أكتر من 18,000 ساعة طيران وسمعته كويسة جدا. لكن لما الشرطة فتشت في حياته ظهرت تفاصيل خلت ناس كتير تسأل، هل ممكن يكون هو السبب؟ هل فعلا قرر يغير مسار الطيارة بإيده ولا كان في حد تاني مسيطر على اللي بيحصل؟ ومع مرور الساعات بدأت فرق البحث تتحرك. في الأول الكل كان بيدور في المكان اللي المفروض الطيارة اختفت فيه، اللي هو المسار بين ماليزيا والصين. كان بيدور سفن طيارات وفرق إنقاذ من أكتر من دولة، لكن اليوم الأول خلص من غير أي جديد، واليوم الثاني برضه نفس النظام. بعدها بأيام بدأ الشك يكبر، إزاي طيارة بالحجم ده تقع في البحر وما تسيبش ولا قطعة حطام واحدة، لا شنط مسافرين ولا سترات نجاة ولا حتى بقع بنزين موجودة في مية البحر، وكأن الطيارة اختفت من الوجود مش بس من الرادار. وفي الوقت اللي العالم كله كان بيدور في المكان الغلط، كان في فريق تاني بيحلل بيانات الأقمار الصناعية، ودي كانت اللحظة اللي قلبت القضية كلها، لأنهم اكتشفوا إن الطيارة ما كانتش في المكان اللي الكل بيدور فيه أصلا. البيانات اللي لقوها وحللوها قالت إن الطيارة بعد ما غيرت اتجاهها فضلت تطير لساعات، وده معناه إن الوقود أو البنزين كان لسه موجود، وإن اللي بيتحكم في الطيارة كان عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. لكن السؤال اللي حير العالم كله كان هو رايح فين وليه عمل كده؟ لأن بعد آخر إشارة من القمر الصناعي اختفت الطيارة للمرة الأخيرة، ومن بعدها مفيش أي جهاز في العالم قدر يحدد مكانها. بعد إعلان نتائج الأقمار الصناعية العالم كله انقسم لفريقين، فريق شاف إن اللي حصل كان حادثة عادية، وفريق تاني مقتنع إن في حد خطف الطيارة وسيطر عليها. لكن قبل ما نتكلم عن النظريات كان في سؤال لازم يتجاوب، إيه اللي حصل جوه كابينة القيادة؟
للاسف محدش يعرف، لان الصندوق الاسود اللي بيبقى موجود في الطياره كان مع الطياره، والطياره نفسها مختفيه، وده معناه ان اهم دليل في القضيه كان ضايع. ومع مرور الشهور بدات الشائعات تزيد، ناس قالت ان الطيار انتحر، ناس تانية قالت ان الطياره اتخطفت، وفي ناس وصل بيها الخيال انهم قالوا ان الطياره هبطت في قاعده عسكريه سريه. لكن السؤال الحقيقي هو ايه اللي عليه الدليل فعلا؟ أول نظرية أو أكتر نظرية اتكلم عليها العالم كان إن كابتن زهري غير مسار الطيارة بإرادته، والسبب إن تغيير المسار بتاع الطيارة كان دقيق جدا، محتاج لشخص فاهم الطيارة كويس. كمان الشرطة لما فتشت بيت الكابتن لقت جهاز محاكاة طيران، وده خلى الناس تربط بين الجهاز وبين اللي حصل. لكن هل ده دليل؟ الحقيقة لأ، لأن أي طيار محترف طبيعي جدا يكون عنده جهاز محاكي بيتدرب عليه في البيت، وحتى بعد تحقيقات طويلة محدش قدر يثبت إن الكابتن كان ناوي يعمل كده، وده اللي خلى القضية تفضل مفتوحة لحد النهاردة. كل نظرية فيها نقطة قوة وبتقابلها نقطة ضعف، مفيش حد قدر يقدم إجابة نهائية يقنع بيها العالم كله. لكن سنة 2015 حصل أول تطور في القضية. واحد كان ماشي على شاطئ لقى قطعة معدن كبيرة مرمية وسط المية. في الأول محدش اهتم، لكن لما الخبراء وصلوا للقطعة دي وفحصوها كانت الصدمة. القطعة دي كانت فعلا جزء من الطيارة. بعد أكتر من سنة ونص العالم أخيرا لقى أول دليل إن الطيارة وقعت فعلا. بس بدل ما القضية تتحل اتعقدت أكتر، لأن السؤال بقى لو دي أول قطعة ظهرت بعد سنة ونص بقت الطيارة فين؟ وإزاي قطعة توصل لجزيرة بتبعد آلاف الكيلومترات عن المكان اللي كانوا بيدوروا فيه؟ العلماء قالوا إن الطيارات البحرية ممكن تنقل الحيطان لمسافات كبيرة، لكن محدش قدر يحدد مكان سقوط الطيارة بدقة، لأنهم برضو لقوا حيطان في أماكن مختلفة كتير جدا حوالين المحيط الهندي. حيطان للطيارة في موزمبيق وتنزانيا وجنوب أفريقيا وفي دول كتير جدا، وكل قطعة كانت بتأكد حاجة واحدة، إن الطيارة فعلا انتهت في المحيط الهندي، لكن فين بالظبط لحد النهارده محدش يعرف. بعدها بدأت أكبر عملية بحث في تاريخ الطيران تاني، سفن من دول مختلفة، طيارات استطلاع وغواصات آلية بتنزل لآلاف الأمتار تحت سطح البحر. ملايين الدولارات اتصرفت وآلاف الساعات من البحث، لكن النتيجة كانت ولا حاجة. كان المحيط كان بيخفي سره بايده. بعد كل ده فضل فيه سؤال واحد محدش قادر انه يجاوب عليه: ليه الطياره غيرت اتجاهها؟ لان دي كانت اللحظه اللي بدات منها كل الاسرار، وهتجاوب على كل الاسئله. لو عرفنا سبب تغيير المسار هنعرف ايه اللي حصل بعدها. لكن لحد النهارده مفيش اجابه مؤكده. بعد اكتر من 20 سنه مازال ملف MH370 مفتوح. هل الركاب لحد النهارده مستنيين اجابه؟ كل فتره بتظهر نظريه جديده او امل جديد وبعد كده بيختفي تاني. يمكن الطياره موجوده في مكان محدش قدر انه يوصل له لحد دلوقتي، يمكن الحقيقه معروفة لكن محدش أعلن عنها. لكن المؤكد إن الطيارة هتفضل واحدة من أغرب القضايا للاختفاء في تاريخ البشر. في النهاية ما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات وتقول لي لو في حاجة حابب نتكلم عنها الفترة الجاية، وما تنساش تقدر خدنا في فلسطين وخدنا في السودان.